انا حامل يا سعد، مش هتقول لي مبروك؟ قال لها مبروك على ايه؟ مش لما اعرف انه ولد ولا بنت؟ قالت له اللي يجيبه ربنا حلو يا سعد. قال لها لا، يا بنت ثلاثة بالله العظيم ما تجيبي لي بنت لموتك انت وهي. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة أخبار السياسة والطاقة. لما تشوف التخلف وصل لحد الدرجة دي، إن الزوج يقول لمراته لو جبتيلي بنت هموتك أنت وهي، بتدور الحكاية دي كلها والمأساة بمحافظة دمياط. راجل شاب اسمه سعد، موظف، تقدم لخطبة امرأة شابة وارتضته زوجا له بعد حب وفترة خطوبة وشبكة وكتب كتاب واللازم منه، هي لمن كبير. ولما زوجته قالت له يا سعد أنا حامل، المفروض يتبسط. قال لها حامل؟ حامل إيه؟ مش هتبارك لي يا سعد؟ قال لها بارك لك على إيه؟ يا من ثلاثة بالله العظيم ما تجيبي لي بنت لموتك أنت وهي. أنا ما بحبش إلا خلفة الصبيان، والعالم بتاعتنا دي كلها مش بتحب إلا خلفة الصبيان. قالت له لا إله إلا الله يا سعد، الكلام بتاعك ده الكلام الجديد على ديننا وعلى مجتمعنا، ده الخلفة بتاع ربنا، ده الخلفة بتاع ربنا يا سعد. قال لا لا، أنا قلت لك كده وخلاص. يبقى بالفعل راحت للدكتور اللي متابع عنده وقالت له عهدتك بعهد الله يا دكتور، ما تقول لي جوزي يقول لك ولد بنت، قول له الصورة مش ظاهرة ومبغبشة والعيل مقلوب ومش شايف حاجة. بالفعل عمنا سعد كل يوم والتاني إن يا بلح يمشي مع مرته للكشف. هي يا دكتور الشهر الأولاني، الشهر التاني، لحد الشهر التالت، التاسع، الرابع، لحد الشهر التاسع. ما ظهرش الولد ولا البنت. يقولوا لا، الولد مقلوب، الرؤية مش واضحة، خليها على البركة يا سعد، اللي جاب ربنا حلو. لحد يوم الولادة، شوف بقى القصة جت منها. راح المستشفى عند دكتور المعالج سعد ومرته دي عروسة لسه، أول ولد أول بطن بكري. لما راحوا هناك يستنظر بره لحد الدكتور قال له مبروك يا سعد. قال له ربنا أعطاني ولد. قال له لا بنت. وشه اسود بره عنكم زي الفحمة، ودخل بص لمراته وأم مراته وأهل مراته وسابهم. الحمد لله على السلامة ولا ألف مبروك ولا الكلام ده كله، ولا خد بنته في حضنه، لا، ده سابهم ولا هرايب. وشه شاحب ومنتحب وحزين وشه اسود. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ده القرآن قال كده، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. لكن الإنسان الناصح الخلفة بتاع ربنا، الخلفة بتاع ربنا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. كتاب الله فسر كل حاجة وما سابش حاجة إحقاقا للحق. من هنا البنت يا ناري روحت مع جامعتهم أهلها، يعني هما في المستشفى. أقولها يا بنت جوزك كده مش مستريح، وتعالي اقعدي لك معانا أسبوع ولا شهر لحد ما دماغه تلين، ولا نجيب له مشايخ ولا الكلام ده كله تهوده. قالت لهم لا، الله العظيم جوزي ضميره سليم، ولا روح البيت ما بقاش والدة وبقى جوزي عندي وما روحش البيت. يا ريتها طاعت أبوها وأمها وأخواتها والنسوين أخواتها. اللي بقى الفاجعة الكبرى اللي حدثت بعد ما تصلى على رسول الله وتشتركوا على قناتنا المتواضعة، قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب، علشان يصلكم إشعار بالحلقة فور نشرها، وتدعمونا باللايك بتاعكم الجميل، وتفعلوا الجرس على طول. من هنا البنت اتحكمت. أمها هتقول لها يا بنتي ده أنت بقى تقولي لي ده قال لك لو جبت بنات هموتك. قالت لها لا يا أمي ده كلام حد يموت ده أنا. البنت روحت البيت، شايلة الطفل على إيدها لسه مولود، لسه يا مدام ظهر على وش الدنيا. ولقيته في البيت. السلام عليكم يا سعد. قال لها لا سلام ولا كلام، خش يا أخت خش. قال الآه. قالت له مش بيتي. قال لها لا مش بيتك. قالت له ده أنا كنت هروح عند جامعتنا عند أهلي عند حماك. قال لها يا ريت غرت في أوجله. قلب وشه زي الفحمة
خش اوضتك يلا خش ترزعي. وطبعا امها سمرتها لحد البيت، لما ما لقيتش وش له قالت السلام عليكم وخدت بعضيها وقت مروح امها ونسوين اخواتها ما هم ملقوش وش. هو النهارده كان مثل زمان يقولوا الكرم شيء هين، بشاشة في الوجه هو كلام لين. معنى المثل لاقيني ولا تغديني. البشاشة حلوة في كل حاجة يا سادة. طبعا اللي حصل، هي دخلت كده غرفة النوم ومعها طفل رضيع البنت، أمها ونسون أخواتها وسلايفها كلهم مشوا، ودقي قفل عليها الباب. افتح يا سعد افتح يا سعد، في يا سعد؟ قال لا بس عبط، والله العظيم لحزن عليك أمك. أنا مش قلت لك إن جبت لي بنات هموتك؟ قالت له أنا ذنبي هتشارك ربنا؟ أنت هتكفر يا سعد. راح فتح الباب الكبير وراح جاب إزازة سم، إزازة سم هاري من أغلى الأنواع، وفتح الباب بالمفتاح بتاع أوضة النوم وجه ماسك البت. هات البت، هتعملها. جايب السم حطه في قطارة، حط القطارة في حنك البت الرضيعة. تدافع عن بنتها، هموتها لك هموتها لك، يجي ضربها على ضلعها بالكف، على وشها بالكف، لحد ما فضل يسقي البنت لما كب بختها وجه بارك على مراته، وجه سقاها نص الإزازة التانية. فضلت تفرفر والبنت تفرفر لحد ما ماتوا الاتنين قدام عينيه. وجه جايب إزازة كمان معاه وجه شربها. يا ريته شرب أكسفين وكان ساب بنته ومرته. هو له عادة اللي زي ده؟ لما لقي بقى نفسه وقع في المحظور قال طب وانا هعيش ليه؟ جه شرب الإزازة. هو ده وقت بين الحياة والموت. لكن النهاردة الإجرام لما يصل لحد كده يبقى يقول على الدنيا السلام. الإجرام لما إن الناس عايزة تشارك ربنا حتى في الخلف والولد يبقى يقول على الدنيا السلام. لزمان سيدنا عمر بن الخطاب لما كان وقت الأطفال، وقت البنات، قبل البعثة النبوية وزور النبي، كان عنده بنت وكان يبحثوا لها بورة في الصحراء رمال ويدفنوهم أحياء. فالبنت سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيدفنها شدت شعرة من دقنه. فقال سيدنا عمر بن الخطاب والله كل ما تاجي ميعاد أو كل ما يجي ميعاد دفن بنتي إن ألم كبير وفظيع جدا لا يتصور ولا يطاق من هول سحبة شعرة من دقن بتاع بنتي. كل ما افتكر ما كان شدت الشعرة من دقنه ألم فظيع ما حصلوش قبل كده. وفضل سيدنا عمر بن الخطاب ندمان على هذه البنت. وإذا الموءودة قتلت سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قتلتها لا. تقوم أنت يا مجرم يا سعد، أنت لا سعد ولا حتى لحقت وعد، تموت مرتك وتموت الطفلة وتقول لك حرام عليك أنا ذنبي إيه، وفي الآخر تموت نفسك ولسه بين الحياة والموت. كان لك عمر هتعيش ويتلف حبل الإعدام على رقبتك وتحويل أوراق للمفتي. طبعا اسم شرطة مدينة دمياط تلقت اخطار بهذه الواقعة، على طول نقلوا جثث البنت الصغيرة الطفلة رضيعة وأمها المستشفى. كانوا ماتوا شبه موت. تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية قالوا إن الوفاة بسبب سم حاد جدا هو بين الحياة والموت. اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في العمل الزوج الغاشم ده. يا أخي كنت طلقتها، كنت قلت لها أنت طالع بالتلاتة روح أنت وبنتك، والله لو ما هتكتبها على اسمك كان ودوها أي مؤسسة خيرية ولا جمعية أهلية كان حد يتبناها يا أخي أحسن من وشك. لكن تروح تقتل مرتك وتقتل بنتك الطفلة الرضيعة تقول مش عايز بنات؟ ده البنات النهاردة بقى دكاترة ومهندسين وطيارين وصحفيين وبقى رؤساء ورؤساء مجالس ووزراء تقول لي انت البنات وحشة؟ ما يمكن كان لما ربنا يكرمك ويديك ولد يبقى يطلع طالح مش صالح. انت تعرف الدنيا فيها ايه؟ ياما ابهات، انا اعرف واحد عنده 5 6 ولاد صبيان قال لي والله يا ريتني خلفتهم كلهم بنات، انا كان نفسي في ضفر بنت. ليه يا عم الحاج؟ قال لي سايين الزيت على غداه، سايين الصديد الاولاني، لا عارف اقرب منهم ولا شرق، وان قلت كلمه يبقحوا فيا ويشتموني ويهنوني انا امهم. يا ريتني خلفتهم كلهم بنات ال5 ولا 6 اللي عندي يا عم اشرف. فسبحان الله لما تعرف الدنيا محدش مستريح، محدش مستريح. لكن خلفة البنات والصبيان تحت وعد ربنا. ياما في ناس مش هي حتى ضفر بنت، اللي هم الناس العقماء اللي هم
ما بيخلفوش وبيعملوا أطفال أنابيب وحقن مجهري واللازم منه، بيصرفوا ملايين وألوفات مؤلفة عشان ضفر بنت. تقوم انت مرة تخلفت لك بنت يا سعد تعمل كده؟ تروح تموت البنت وتموت مرتك؟ كان زمان مثل يقول يا مخلف البنات يا شايل الهم الممات. ده أمثال كلها وضيعة، أمثال كلها رديئة، أمثال كلها ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك يا مخلف البنات يا شايل الهم الممات. شايل هم الممات، شايل هم الممات. ده البنات كلهم بركة، ده اللي يربي بنت واثنين وثلاثة ويحسن تربيتهم يخش الجنة. ده اللي يربي واحدة بس مش ثلاثة يخش الجنة، لأنهم حناين ودلايل في نفس الوقت. تقوم انت يا أخي تموت مرتك وتموت بنتك؟ ده حادثة فجيعة، حادثة فجيعة، وحادثة يعني يندى لها الجبين ويشيب من هول ذكرها الولدان. بنا وبكم يتجدد اللقاء، مساءكم سعيد.